عائدات قياسية ستحققها قطر من بطولة كأس العالم، وهي عائدات لم يسبق لها مثيل في تاريخ تلك البطولة الدولية. فقد كشف ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لكأس العالم في قطر أن العائدات الاقتصادية التي من المنتظر أن تحصل عليها الدوحة من تنظيم هذا المونديال ستصل إلى 17 مليار دولار. تتخطى هذه العائدات ما حققته جنوب إفريقيا في عام 2010 والبرازيل في عام 2014 وروسيا في عام 2018. وتوقع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن يصل عدد مشاهدي كأس العالم في قطر إلى حوالي 5 مليارات شخص حول العالم، وهو ما سيعزز القطاع السياحي القطري عقب البطولة. وقد بلغ عدد تذاكر المونديال 3,100,000 تذكرة، بينما تقدم لشرائها أكثر من 80 مليون شخص. ومن المتوقع أن يزور قطر 1.5 مليون مشجع لحضور هذا الحدث التاريخي. وأكد الخاطر توفر شتى أنواع المساكن في البلاد، بما في ذلك المساكن المدعومة من الدولة، موضحا أن الأسعار تبدأ من 80 دولار. يأتي ذلك بينما أنفقت دولة قطر ما مجموعه أكثر من 200 مليار دولار لتشييد بنية تحتية عالية المستوى ضمن رؤية 2030 واستعدادا لهذا المونديال. وقد شملت هذه البنية التحتية الملاعب والمرافق الرياضية والطرق ووسائل النقل العام والفنادق والمرافق العامة. وتتوقع السلطات القطرية أن تستقطب البلاد 3 أضعاف المستوى الراهن من السياح في المستقبل القريب، ليبلغ عددهم نحو 6 ملايين سائح سنويا بحلول عام 2030. وبينما يخيم الركود على الاقتصاد العالمي، إلا أن صندوق النقد الدولي توقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنحو 5% هذا العام، مدفوعا بالعديد من العوامل الأساسية، في مقدمتها الارتفاع المستمر لأسعار الغاز واستضافة البلاد لبطولة كأس العالم.